السلام عليكم وحلقة جديدة معنا في القناة هنا النهاردة إن شاء الله. بحاول أحسن شوية درجات الصوت عندي متبقاش الصوت شوية يبقى واضح. بس ده فعلا والله يعني ده غصب عني، ده حاجة مش بإيدي، ده حاجة من عند ربنا. طيب دلوقتي وبكلمك حاليا دلوقتي، أي حد اسمه طالع بره النادي الأهلي الفترة الجاية هو معروض على نادي الزمالك. تاني اي حد خارج النادي الاهلي قرار رسمي او مفكر فيه، فهو اللاعب عنده علم ان هو خلاص بره النادي، فهو نادي الزمالك بيحاول يتعاقد معاه. حلو الكلام، جميل جدا الكلام. طيب النهارده قلنا انا عمرو السولية مش هيكمل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش عايزه كده كده وخلاص والدنيا. والزمالك حاليا دلوقتي بيعمل اي صفقه تسكت الجمهور باي طريقه، لان الجمهور زام جامد جدا على الاداره. صح كتير قوي، يعني الإدارة عايزة تمشي بسيره، كل الإدارة بما فيهم حسين لبيب، كل الإدارة حتى باللي جاب بسيره هو عايزين يمشوه. طب مش عايزين يمشوه لغاية دلوقتي ليه بقى؟ يعني ليه لغاية دلوقتي ما طلعش بره النادي؟ إن الراجل ده في عقده 140 ألف دولار، هيدفعوا شرط جزائي لو حد أخلى بالعقد. بالنسبة بسيرو أنا كده كده راجل بدأ الفرقة بتاعتك خلاص، أنا تمام، ما عنديش مشكلة، كملت عادي يعني، أنت مش حاببني بس أنا باخد فلوس. فهيجي نادي الزمالك يقول لك ما انت بتبوظ لي الدنيا، ما امشي يا عم. لا والله مش عارف امشيك عشان على شرط جزائي 140 مليون، 140 الف بالدولار. طيب خلصنا من شيك بسيرو، خلاص الراجل كده كده مكمل معانا لحد يعني ايه ما نشوف حكايه الكيب بتاعنا ده والدنيا، عشان يعني الله يكون في عون اداره الزمالك بالفعل، بس هم يعني تاخروا شويه على فلوس، الناس عايزه تدفع فلوسها وباتشيكو وبتاع وليه لا يعني ما تتشافش. ف يجي دور الزمالك بقى في ان هو عايز يسكت الجمهور، يعمل ايه؟ قال لك هجيب كريم نيدفيد وامام عاشور. طب امام عاشور راجل ما مشيش، هعمل له كوبري وهجيبه. معاك فلوس؟ لا. لا، بخسرك اهم لاعب في الفريق قبل ما تخش كاس العالم. اذا انت معاك زيزو وبن شرقي بس، وبن رمضان لسه طبعا مش هيخش الفورمه، انت مش هتلعب كاس عالم اول ماتش يعني. بس هو راجل فورمه كبيره، لكن هو مش هينزل على طول كده والدنيا كلها تمام وكل حاجه، لا الراجل ده مش هيبقى تمام على طول. فخلي بالك ان اداره الزمالك دماغها كويسه لكن افعالها غبيه. شوف ازاي بقى. كويسه بس افعالها غبيه ليه؟ لان هم فعلا لغايه دلوقتي بيتغابوا ان هم عايزين، مش عارفين هم عايزين يجيبوا ايه ولا عارفين هم عايزين يعملوا، بس بتأثر بوجود الجمهور. والله انا راجل عندي ميدو يعني ميدو ده لو كان ينفع نفسه كان ما كانش زمان اعتزل عن 30 سنه. كان راجل بيلعب على بيرباتوف، انت واخد بالك بيلعب على مين؟ بيرباتوف. الراجل ده كان هيلعب على زلطان ابراهيموفيتش. الراجل ده يا جدعان كان بيلعب على ابو تريكه. انت واصله لك الفكره؟ في منتخب مصر كان بيلعب على ابو تريكه، انت واصله لك الفكره. انت كان معاك لاعب عالمي، كان معاك ديزل، كان معاك بلدوزر. لكن العقليه بتفرق. طول ما انت عقليتك مش سنداك شويه وتكون شايف نفسك ان انت كل ما ترقى 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 تبقى خلاص انت وصلت، كان انت عندك شغف وبتاع خلاص بقى. هو العقلية تفرق مع أي حد. فدار الزمالك قلنا بتجيب إمام عاشور، وده بقى لك للمرة الرابعة إمام عاشور في نادي الزمالك فترة بعد كأس العالم هيبقى في نادي الزمالك. طب حد يقول لي بعد كأس العالم مش قبل كأس العالم؟ لأن هو راجل عنده طموح مع النادي الأهلي خلاص. فنادي الزمالك عارف إن النادي مش هيكمل لحد مثلا بعد الدور ال 32 اللي هيلعبوه ده، مش هيعملوا أي حاجة. هم هيروحوا خلاص تمشي مشرف خلاص، وهاخد 99، هاخد 10 مليون دولار همشي اروح بيهم وارجع البلد والكلام ده كله. طب خلاص تمام ايه؟ خلاص الزمالك خلاص دلوقتي ولا بتجيب بقى معشور خلاص، والدنيا تمام وكل حاجة تمام، والكوبري ده هيتعمل في شهر 7 الجاي. اشوفك فيديو جديد، سلام عليكم.